الآن من هو أفصح مني لسانا ومن هو أعلم مني، ولأنه ليس من باب الأدب أن يتحدث المتعلم في حضرة المعلم. اترك المجال لأستاذي وشيخي شيخنا العلامة البحر الفهامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد هاشم، لنا معه لقاء طيب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أسألك مسألة العبد الذليل، وأبتهل إليك ابتهال الخائف الوجل، من زلت لك رقبته وخضع لك عنقه ورغب لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، وافتح علينا بفتوح العارفين بك يا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في الحديث القدسي: لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يا عبدي أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. ألاحظه في كل شيء رأيته، وأدعوه سرا باطنا فيجيب. ملأت به سمعي وناظري وكلي وأجزائي، فأين يغيب؟ ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا إلى صراط الله المستقيم سيدنا محمد قال عنه خادمه أنس بن مالك: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة النبي. كأن يده دخلت في جونة عطار، يمناك تغمي بالعطا وتجود، وسما بنسبته إليك الجود. يا من إذا أوفى ببابك طامع حيزت له الآمال وهي شرود. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد إمام العلماء وسيد القراء، على خير من نطق بالضاد، على سيدنا ومولانا محمد، بقدر حبك له وبقدر عزته وبقدر سعة صدره، وعلى آله وأصحابه المهديين الهداة. وبعد، السادة العلماء، السادة القراء، السادة الحضور، السادة الضيوف، طلب منا الحديث بين يدي حضراتكم، وأعلم تمام العلم أن في محفلنا وفي مجلسنا الآن من هو أجدر وأفضل وأعلم مني بكثير. وقديما قالوا إن الضعيف على الأجواد محمول، ومن أذن له فتح عليه،
فأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بفتوح العارفين، اللهم آمين. أيها الجمع الكريم، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله على حضرته قال: يسروا ولا تعسروا، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. خد بالك، قال: ولا أنا إلا استثنى أن يتغمدني الله برحمته. فالناس هلك، الناس كلهم هلك إن لم يتغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه ورضوانه وفضله. وصاحب الفضل والجود والعطاء والكرم والسخاء هو رب الأرض والسماء، المتفضل على الجميع. وإن أول من تفضل الله عليه العبد الأواب سيد الوجود محمد، تفضل الله عليه بالعبودية فاستحق هذا الشرف. أول العابدين وأول المنكسرين بين يدي رب العالمين رسول الله. نعم يا سيدي يا رسول الله، مهما قلنا فيك فأنت أول العبد الأول العباد المنيبين بين يدي رب العالمين. دليل ذلك أن الله اصطفاك، وأن الله رعاك، وأن الله رباك، وأن الله أدبك. المؤدب والمؤدب رسول الله. من أراد العلم ومن أراد الخير ومن أراد الوفاء فعليه بإمام الأنبياء. سئل سيدنا جعفر الصادق وهو من آل بيت النبي من الدوحة المباركة، من الشجرة الزكية الندية العطرة، وحدث عن آل البيت ولا حرج. قيل: نشقى بحب آل النبي. قلت: هذا كلام غاو شقي، فاز كلب بحب أصحاب كهف، أفنشقى بحب آل النبي؟ إن محبتهم أصل من أصول الإيمان. في حب آل بيت المصطفى ذوبنا الهوى، والناس تحسدنا على هذا الجوى. من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري ومات كما هو. ولذلك دخل النبي على الإمامين الكريمين الجليلين الحسن والحسين، وهما حفيد النبي رضي الله عنهما، فوجد أن الحسن والحسين في مقتبل العمر يتصارعا صراع رياضة. فقال النبي: إيه يا حسن. والرواية ذكرها الإمام الطبراني في معجمه، وابن عساكر في تاريخه. قال النبي: إيه يا حسن. النبي يشجع الحسن. فدخلت السيدة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وعليها من الله السلام. هكذا ذكر الإمام البخاري في صحيحه السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. فدخلت فوجدت أن النبي يشجع الحسن، فقالت: يا أبتاه، تقول إيه يا حسن ولا تقول إيه يا حسين؟ فقال النبي: كشف الله له الحجب،
قال النبي: يا فاطمة، انا اقول ايه يا حسن وجبريل يقول ايه يا حسين، وجبريل يقول ايه يا حسين. فرضي الله عن العطرة، رضي الله عن الرجال من آل بيت سيد الرجال، من احبهم حشر معهم. سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه سئل: ما السر؟ خد بالك من السؤال وبعدين خد بالك من الإجابة بعد ذلك لتتعلم من الصحابة الأبرار ومن آل بيت النبي الأخيار. ما السر أن النبي ولد يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه جنينا. ولقد ذكر الإمام المناوي أن أباه حينما مات، عبد الله بن عبد المطلب، حينما مات قالت ملائكة السماء: ربنا بقي نبيك يتيما. فقال الله: أنا حافظه، أنا راعيه أينما صار أو أقام. فالنبي في حفظ الرب العلي منذ أن كان نطفة زكية طاهرة مباركة تتقلب في أصلاب الرجال وفي أرحام الأمهات. لذا اسمع ماذا قال النبي بعد أن تصلي عليه: ما زالت هذه العناية منذ الأزل، عناية الله، حفظ الله لحضرة رسول الله. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا حفظ وهذه عناية الله لحضرة رسول الله. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، وأمه تمسك به وهي في أنفاسها الأخيرة وتقول له: اسمع. السيدة آمنة أمسكت بولدها بسيدنا محمد وهي في أنفاسها الأخيرة فأوصته وقالت له: تأمل يا محمد، كن رجلا، يا محمد كن رجلا. أعظم الرجال وأشجع الرجال وأكرم الرجال وأفضل الرجال وسيد الرجال محمد. ماتت السيدة آمنة أم النبي، مات أبوه وماتت أمه، ثم مات الجد وهو في الثامنة من عمره. يا اخوانا احنا الآن في سيرة سيد الناس سيدنا محمد، مش في سيرة رئيس او امير او وزير او مسؤول، لا، ده اعلى وارقى واحسن وافضل سيرة رسول الله محمد، اعظم سيرة على وجه الارض. فاسمعوا وعوا وتعلموا من سيرة نبيكم. اي مسؤول كبير بيعمل حفل او عيد ميلاد رئيس دولة او امير او ملك يصنع هذا على قدره هو، فما بالكم بالفرح برسول الله محمد. اعظم فرحة. مات ابوه وماتت امه ومات الجد، فما السر في ذلك؟ قال سيدنا جعفر: حتى لا يكون لأحد من الخلق يد أو فضل على رسول الله، وإنما يرجع الفضل كله لله. لذا قال الصديق رضي الله عنه:
يا رسول الله ما هذا الأدب؟ من أدبك؟ قال النبي أدبني ربي فأحسن تأديبي. تدخل عليه السيدة فاطمة الزهراء تبكي وتقول يا أبتاه يا أبتاه إن عائشة تفتخر على النسوة وتقول أنا الوحيدة التي تزوجت من رسول الله وأنا بكر. سيدة عائشة تفتخر أنا الوحيدة تزوجت من رسول الله وأنا بكر. في كل مرة تقول هذه الكلمة. فذهبت السيدة فاطمة الزهراء بنت إمام الأنبياء إلى أبيها وشكت، فقال لها النبي اسمعوا وعوا وتعلموا من رسول الله، والله حق لكل مسؤول ولكل رئيس ولكل راع أن يتعلم منك سيدي يا رسول الله. حق للجميع أن يتأدب بأدبك وأن يتعلم من حضرتك، فنحن في أمس الحاجة إلى التعلم وإلى التدبر وإلى التأسي بأخلاق رسول الله. شكت يا أبتاه إن عائشة تفتخر على النسوة وتقول أنا الوحيدة تزوجت من رسول الله وأنا بكر. فقال الرسول إن عادت فقولي لها أبي الوحيد أم الوحيدة خديجة تزوجت رسول الله وهو بكر، تزوجت من رسول الله وهو بكر. تأملوا إلى أدب النبوة، النبي المؤدب والمؤدب، فحق لنا أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الكريم، نعود إلى حديث النبي العظيم. واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وأسأل الله أن يتغمدنا جميعا بفضله ورحمته. والله هلك إن لم يتغمدنا الله بواسع رحماته، فهو الممد وهو المتفضل على عباده سبحانه وتعالى. لذلك الشيء بالشيء يذكر. الإمام الجنيد إمام عالم جليل، لقي ربه ومات. مات الإمام الجنيد وهو سيد الطائفة، وهو القائل من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث فليس منا. مات الإمام الجنيد، وإذ بواحد من الصالحين يراه بعد موته، قال ماذا فعل الله بك؟ قال أوقفني ربي بين يديه للعرض والحساب بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال بما جئتنا يا جنيد؟ قال يا رب حججت بيتك الحرام أكثر من 20 حجة. خد بالك، قال الله ما قبلت منهم ولا حجة. بما جئتنا يا جنيد؟ قال يا ربي كنت أختم القرآن في كل يوم وليلة ختمة كاملة. قال الله ما قبلت منهم ولا ختمة. بما جئتنا يا جنيد؟ قال يا رب كنت أصلي في اليوم والليلة
اكثر من 100 ركعة. قال الله ما قبلت منهم ولا ركعة، فبما جئتنا يا جنيد؟ اوعى ان تتفاخر بعملك، بصدقتك، بصلاتك، بصيامك، فقد ترد عليه. سندخل الجنة بلطف الله وبكرم الله وبسعة رحمة الله. والله ويل لنا ان لم يتغمدنا الله برحمته، وهو المتفضل على جميع الخلق، ونحن من جملة العبيد لله عز وجل. بما جئتنا يا جنيد؟ قال يا رب جئت اليك بذنوب كثيرة لا عد ولا حصر لها، ارجو رحمتك واخشى عذابك. قال الله الان يا جنيد قبلنا توبتك وعفونا عنك. الله هو الكريم، والله هو الحليم، والله هو العظيم. فعلينا ان نجد وان نجتهد في طاعة الله، وعلينا ان نتوب الى الله، فمن تاب الى الله تاب الله عليه. اياك ان تعجب بمالك او باولادك او باهل بيتك او بمنصبك، فكلها الى زوال. ان المال يفنى، وان الجاه يبلى، وان الاولاد والاهل يموتون، فلنتب الى الله. باب التوبة مفتوح ليل نهار، فيا سعد من تاب الى ربه، ويا فوز من لجأ الى مولاه، فان طريقنا بين يدي الله. انا في الطريق اليك يا رب الورى ارجو رضاك، لي كل يوم 5 مرات انعم في حماك، حيث الصلاة ببيتك المعمور ما اسمى لقاك، وبكل عام رحلة للروح في عليا هداك، حيث الصيام المستقيم المرتقي سامي علاك، الصائم القوام امسى في الطهارة كالملاك، والعابد الاواب نال شفاعة من مجتباك، والمذنب العاصي غفرت ذنوبه لما دعاك. وانا تركت الباب استجزيك في خجل عطاك، حسبي تقى وسعادة ان ليس في قلبي سواك. في نهاية كلمتي اتقدم بخالص العزاء الى العائلة الكريمة والى العالم الجليل فضيلة الدكتور النقراشي محمود سلامة، والى حضراتكم جميعا بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن الائمة، عن ائمة وزارة الاوقاف وعن علماء الازهر الشريف، سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الراحل في واسع رحماته. اللهم ضاعف في حسناته وتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب جد عليه بعفوك ولا تحوجه لغيرك، ومتعه بالنظر الى جمال وجهك. اللهم انت خير الشاهدين. عاملنا هذا الرجل فكان يحب الصدقة في الخفاء، ويسارع في اعمال الخير وفي افعال البر، فاجعل ثواب ذلك في ميزان حسناته وفي صحائف اعماله، ونور عليه في قبره الى يوم الدين يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم لحسن استماعكم، وصلى اللهم على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين. شاكرا شيخنا العلامة البحر الفهامة فضيلة الدكتور محمد سعيد هاشم على هذه الكلمة الطيبة. الله اسأل ان يجعلها علم ينتفع به، انت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. قدم
ختم بها برقية عزاء لعموم عرب البياضية قاطبة في تكريمهم للفقيد الراحل. الجمع الكريم تعالوا بنا من كلمة العلم والعلماء إلى القرآن الكريم، ليكون اللقاء لقارئ صغير